ازيكم عاملين ايه؟ معاكم يوميات اسماء فيفي، بعمل وصفات سهلة وسريعة من مطبخي وعلى طريقتي. هنعمل النهاردة مع بعض البسلة مع الجزر. يلا على طول هنشوف طريقة البسلة بتتعمل ازاي. حل على النار وهحط المادة الدهنية بتاعتي، سواء سمنة اي مادة بقى دهنية احنا بنستعملها. حطيت هنا معلقة من السمنة، وطبعا محضرة 4 من الجزر، 4 جزرات كده مقطعاهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده مكعبات صغيرة. هشوح الجزر تشويحة كده مع المادة الدهنية مع السمنة كده تشويحة دقيقة كده يتشوحوا مع بعض. بعد كده هجيب حبة فلفل صغيرين، فلفل اسود، وهقلبهم برضو تقليبة حلوة كده. يبقى دول 4 جزرات حطاهم على الكيلو البسلة. هشوحهم تشويحة وبعد كده ايه هنزل على طول بالبسلة بتاعتي. طيب مقدار البسلة اللي معايا قد ايه؟ هو كيلو واحد بس من البسلة. كيلو واحد بس من البسلة حط عليه 4 جزرات. تمام كده، انا غسلة البسلة حلوة قوي ومصفياها. نزلت بقى بالبسلة مع الجزر كده وبرضو هشوحهم تشويحة في قلب المادة الدهنية بتاعتي. وهكون برضو محضرة معايا بصلاية واحدة بس و4 فصوص من الثوم مقطعاهم قطع صغيرة خالص كده. هحط بقى البصل والثوم مجرد بس ما يتشوحوا تشويحة كده مع البسلة والجزر، يعني مجرد كده ما اشم ريحة الثوم طلعت. هنزل الاول بالمكعب من مرقة الدجاج، حابة تحطوه حطوه، مش حابين خلاص. انا بحط على طول مرقة الدجاج في قلب الخضار بتاعي. مجرد زي ما قلنا مجرد ما نشم كده ريحة الثوم طلعت، هروح نازلة على طول بالطماطم بتاعتي. كمية طبعا الطماطم المناسبة للمقدار اللي احنا هنعمله. هقلب بقى الطماطم مع البسلة والجزر وهغطيها وهسيبها تتسبك شوية. قبل ده كله كده هحط ايه يعني حبة سكر صغننين كده عشان طبعا الحموضة اتسبكت معايا. هنزل بقى بحبة شوربة، يعني حبة صغيرين برضو مش كتير. هغطيها بقى وهسيبها تستوي معايا كده. خلاص البسلة بتاعتنا بقى استوت. يلا على طول بقى نقدمها. خلاص كده خلصنا البسلة بتاعتنا. وصفتنا النهاردة كانت سهلة وسريعة، اتمنى تكون عجبتكم. اشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة. مع السلامة.